النصيحة دي مش من واحد جاب مجموع، النصيحة دي من واحد ضيّع الثانوية العامة، وجاي أقول لك الحاجات اللي أنا عملتها اللي خلّتني ما احققش اللي أنا عايزه، ولو أنت في ثانوية عامة ركّز معايا جدًا عشان ما تغلطش غلطتي. أول حاجة هنتكلم عليها وهي الالتزام الديني، وحُط تحت النقطة ديّة مليون خط، وهاقول لك ليه في آخر الفيديو. تاني حاجة التليفون، لو مش هتعرف تسيطر عليه ابعده عنك أحسن. تالت حاجة يومك، ما ينفعش تسيبه عشوائي، كل ساعة بتضيع منك أنت محتاجها. رابع حاجة لمّا تيجي تذاكر ركّز في اللي في إيدك، ما تعملش زيي، كنت هافتح كل المواد قدّامي وفي دماغي هاخلّص المادة دي والّا دي والّا دي والّا دي، فما اذاكرش حاجة واقوم أمشي، واسيب المذاكرة وامشي على طول. تعالَ أقول لك بقى ليه الالتزام الديني أهم من كل الكلام ده. أنا جيت في آخر الثانوية العامة قعدت من الدروس ما بقيتش باذاكر، طول قعدتي على التليفون لحد الامتحانات، حتى وأنا داخل الامتحانات كنت برضه قاعد على التليفون، مش باذاكر خالص يعني بمعنى أصح. وخلّصت امتحانات الحمد لله، بعد ما خلّصت امتحانات بدأت أصلّي قيام الليل مع ال5 صلوات طبعًا وأذكار الصباح والمساء. ف وأنا باصلّي قيام الليل كنت بادعي وأقول يعني يا رب أجيب النُص في امتحان الأحياء، لإني حرفيًا امتحان الأحياء بقى ما حليتش خالص، خالص، خالص يعني، وأجيب حاجة و60 في المجموع، فعلًا ده اللي حصل بالضبط. فحابب أقول لك يعني في النهاية اعمل اللي عليك وذاكر واسعى، وأنت بتصلّي اطمع في كرم ربنا، اطلب فوق مستواك، اطلب يعني أنت مثلًا حاسس إنك هتجيب 70 اطلب 80، ويعني ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا. وأتمنى ما أكونش طوّلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.